مره يلعب في المكان ده، وبالتالي المكان بتاعه فاضي. الراجل راح موسى كبير ورايح بيشوط مستريح، جايب جول مستريح، لان التنظيم الدفاعي والحته الموجوده في خط الدفاع مش متظبط مع بعضه. عبد الله، ولذلك حسام راح مطلع عبد الله الشحات، راح مطلع احمد الجمل، وراح منزل عبد الله الشحات زقه في وسط الملعب، ونزل معتصم سالم يلعب في مكانه الطبيعي. فكان البدايه هنا حسام بيقول ان البدايه ما كانتش صح. ودي عملت يعطي أنا داروما إلى ملعب اللقاء، وحسني يتعادل وتأتي الفرحة، والإسماعيلي يتعادل وتأتي الفرحة على وجه سعيود، والجمهور الذي هنا موجود يشعل الشماريخ، والفرحة تعود. إنه جمهور الصنبا، جمهور العاشق للكرة الحلوة والجميلة. ولكني أعاتب جمهور الصنبا، أعاتب جمهور الصنبا على ما حدث بين شوطي المباراة، والإسماعيلي يتعادل، والكل بالتأكيد سيعاتب جمهور الصنبا. وهنا كرة تسدد كما سيعاتب جمهور ذئاب الجبل، بينما حسني كما نتابع في الإعادة سدد على يسار الحارس، بينما العقباوي اتجه ناحية اليمين في محاولة لتصدي كرة حسني، بينما إنه حسني يقبل الشباك. إنهم ذئاب الجبل. انطلاقة موسى كما نتابع، تحرك عرضي رائع وتصويبة بالقدم اليمنى. يا سلام يا سلام، كل الأبواب فتحت أمام موسى، وسدد موسى التي تصور هذا الهدف الرائع الجميل. كرة صعبة يا فتحي، فلقد فتحت كل الزوايا أمام اللاعب علاء كمال، يسدد بشكل رائع على طريقة الدوري الإيطالي والأسباني والألماني.